أنت مدمن متعة. كل شوية موبايل، كل شوية سوشيال ميديا، كل شوية فيديوهات سريعة. مخك اتعود على جرعات دوبامين سريعة، لدرجة إن أي حاجة محتاجة تركيز بقت تقيلة عليك. تفتح كتاب تمل، تذاكر تزهق، تشتغل تتهرب. مش لأنك ضعيف، لكن لأن مخك اتبرمج على السهل. هنا بيجي مفهوم صيام الدوبامين. الفكرة مش إنك تمنع المتعة، لكن إنك تبعد شوية عن كل حاجة بتديك متعة سريعة ومجانية. يعني إيه؟ يعني تقلل الموبايل، السوشيال ميديا، الأكل العشوائي، الفيديوهات القصيرة، وتستبدلهم بحاجات بطيئة: قراءة، تمرين، شغل بتركيز. في الأول هتحس بملل، وده طبيعي جدا، لأن مخك بيصرخ عايز جرعته. لكن مع الوقت هتلاحظ حاجة غريبة: الحاجات البسيطة بقت ممتعة، تركيزك رجع، وإرادتك بقت أقوى. صيام الدوبامين مش حرمان، ده إعادة ضبط. لو حاسس إنك مستهلك أكتر ما أنت منتج، جرب يوم واحد بس، يوم بدون مشتتات، وشوف نفسك هتتغير إزاي. لو ناوي تبدأ، اكتب صيام الدوبامين بدأ، واشترك في القناة لو عايز ترجع تتحكم في مخك بدل ما هو يتحكم فيك.